قيل في الإسلام إن الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقوم به، وهيدا كل واحد منكم بيقدر يقوم فيه حول بيته، بمجتمعه، بالبيئة اللي عايش فيها. وهيدا الشيء رح نحاول نعمله اليوم بالقصة اللي من مصر، وهي قصة خلاف بين زوج وزوجة. بدنا نستقبل السيد محمد. اهلا حبيبي، اهلا محمد، تفضل 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 سيد، كيفك؟ الحمد لله. قصة السيد مع زوجته في خلاف مش جوهري، ولكن خلاف نشأ من هذا الوضع اللي عم بيحكينا عنه. يعني محمد كان عم يشتغل وماشي الامور، اخذ بيت وعنده زوجي وعنده صبي وبنت، عنده يوسف وجانا. يوسف عمره 4 سنين، جانا 3 سنين، وكانوا عايشين مع أحلاهم، ما في أي مشاكل. ولكن ضيق الأحوال جعل من يوسف أنه يتأخر شوي في سداد الأجار، في الإنفاق على البيت. يعني صارت يده قصيرة شوي. ظاهر زوجته السيدة سحر تحملت قد ما فيها، بالأخير ما عاد فيها، أخذت الأولاد وذهبت إلى منزل والدتها، مش هيك؟ ايوه. بقى صار لكم الآن سنة؟ سنة إن شاء الله بإذن الله. منفصلين؟ وسحر طلبت الطلاق؟ طيب، السبب هو فقط لأنه مش قادر تصرف على البيت ولا في أسباب أخرى؟ لا، هو عامة تكاليف الإيجار، يعني إحنا عندنا في المنصورة تكاليف الإيجار من 1200 حد أقصى، حد أدنى 800 900، غير الأكل والشرب، غير مصاريف العيال، ابني وبنتي، وغير المدارس والكهرباء والمية وخلافه. فأصبح لنا لو احنا حسبناها مكسور، يعني انت مكسور. يعني يا دوبك انت عندك مرتب ثابت؟ عندي متغير، مش ثابت، في وسط مش ثابت. حسب الشغل، حسب الشغل، شغال بالانتاج. يعني يوم ما بتعب ببقى قاعد في البيت، مش محسوب لي، مفيش مصروف. غير ان ايجار 1200 جنيه 1200 جنيه انا يوم ما يطلع لي مثلا 800، لو بشتغل اوفر تايم مثلا ممكن اتحصل على 1200 1500. نعم، ده بس ايجار، ما بالك بقى الاكل والشرب والمعيشه والمصاريف مصاريف الاولاد غير البامبرز وغير كده وكده وبعد ما حكيت بالطبيب ده غير الطبيب وغير الحياه المعيشيه، يعني تكاليفها صعبه، غير الغلاء اللي احنا عايشين فيه اصلا. شو اللي حصل؟ هي سحر ما عادت تتحمل؟ هو حلو، بس يعني بدات الحياه بقى لما يعني بدأت الديون تكتر، بدأت تستلف واقترض. يعني زادت الدين زاد اكتر، يعني في بقى في اقتراض واقترض، بقى اسد في القرض ولا اكل ولا ادفع ايجار، بقى الحمل زياده عن اللزوم. صحيح. في الفتره اللي احنا عايشين فيها، وما كنتش انا بقى بسد فيها، فاضطريت بقى مثلا اللي انا مثلا ابيع السفره، ابتديت ببيع السفره. بتبيع العفش يعني؟ ابيع في العفش. هعمل ايه؟ ما انا عشان اكل عيالي وكذا واسد قروض لازم القرض ليه ميعاد، لو ما سددش ممكن يصبر على شهر، بعد كده ممكن يضطر اللي هو يتقاضى او يلجأ للقضاء، يبقى صعبه بقى. يبقى انا لا طلت مثلا انا كفيت بيتي، وفي نفس الوقت اللي انا ابقى قاعد محبوس او محبوس في السجن لا قدر الله. فظروف المعيشه يعني ضغطت عليا، تركت البيت يعني بعد الزهق والتعب والمناشدات، وغير ان اصلا لما تكون العمليه المشادات، يعني مشادات كلاميه وكلام من ده. والدتها بدات تتدخل بقى، انت مالك مكسوره في ايه، في زعل، في كذا. بصراحه هي في الاول ما اشتكتش، بس بعد فتره بقى بدات المشاكل تكتر، الديون زادت. الفتره اللي احنا قاعدين فيها كساد، يعني ما فيش فيه شغل وما فيش اي حاجه بعد الثوره. ان شاء الله ربنا يكرم يعني، وربنا يصلح الاحوال. بس الوقت اللي احنا عايشين فيه يعني انت مثال عن يمكن ملايين الامثله في مصر وفي زي شباب الكثير من الدول العربيه، وكل بيت فيه مشاكل. بس الاحسن او يعني الاصلح اللي احنا يعني كان نفسي ان هي تكون نتفاهم الامور بتريث. يعني ما بعرف انه السبب فقط مادي لانك مش قادر تقوم بمصروف البيت، ولا في شيء اسباب والله أخرى؟ هو مادي، يعني هو مادي. حكيني بصراحه احسن ما اتفاجئ برؤيتها. ان شاء الله. لا هو مادي، اي مشاكل تانية حتى لو في حاجه انا شو مثلا، شو في مشاكل تانية؟ يعني مثلا عصبي شويه،
طبعا في يعني اي والظروف بتخلي الانسان يصير عصبي طبعا اكثر. طبعا لو اي واحد دكتور ولا حاجه يقول لك ان العصبيه سببها لها اسباب. طبعا مثلا انت واقف مع واحد بتشكل تحت عشان مطلوب ان انا ادفع قرض معين وكلام من ده، فهي تكلمني في حاجه ثانيه وانا كنت في موال وده في موال، فطبعا الانسان طبيعي انا ناقصك ولا ناقص مثلا اللي تحت ولا ايه. فيعني حتى انت مش قادر تتحمل بقى. انا بتحمل وكل حاجه، بس الظاهر ان الزوجه جت الفتره دي هي اللي مش متحمل، وكل حاجه يعني ان شاء الله باذن الله هتبقى. طيب انت جيت لهون مع انه القصه يعني منا كثير صعبه، بس انت جيت على هالاستوديو بدنا نساعدك تحل هالمشكله، انما انت شو بدك تقول لسحر؟ طبعا كأي زوج انا بقول لها يعني لو جينا نبص حوالينا هنلاقي ان الدنيا مش مستاهله ان الواحد يزعل او يسيب او يهدم اسره بمعنى اصح. الدنيا مش مستاهله ان الواحد يهدم اسره، لكن الفتره العصيبه اللي احنا عايشينها دي كلها تستاهل الحكمه واليقظه. ده حلو شعر. بس بالعمليا شو بدك تقول لها؟ عمليا ان انا ممكن اشتغل اكتر واكتر، وبدل ما انا اشتغل يعني، بس انا برضو عارف ان ظروف البلد صعبه، وان حتى لو اي شركه او اي مصنع او اي حاجه قبل يشغل واحد يعني هو يعني الظروف متبهدله في البلد كلها. فالعماله اوقات ساعات بقت قليله. سمعنا روايتك كلها. هلا نحن ارسلنا الدعوه الى سحر، خلينا نشوف سوا ايه اللي حصل. هاي جورج، مشوارنا النهارده في المنصوره، يعني تقريبا 150 كيلو من القاهره، علشان نسلم دعوه الحضور لمدام سحر مصطفى. جورج، احنا كده فاضل لنا 48 كيلو على المنصوره. سحر مصطفى. أنا أسماء من برنامج جورج كرداحي. أهلا وسهلا. حضرتك عندك 28 سنة صح؟ أيوه. وعندك طفلين تقريبا؟ أساميهم ربنا يخليهم. حضرتك معاكي دبلوم تجارة صح؟ أيوه معاكي دبلوم. طيب دي دعوة حضور من البرنامج اللي اتمنى إن حضرتك تيجي. قبلتي الدعوة؟ أيوه بالظبط. طيب الإعداد هيكلم حضرتك وننسق معاك المواعيد، وهتيجي امتى؟ والله انا لسه جورج كرداحي. جورج، مدام سحر مصطفى قبلت الدعوة. يعني مش سهل المشوار من القاهرة إلى المنصورة، ساعة ونص. ده 150 كيلو 150 كيلو على البسكليت. الله يعين ساعات البريد. على كل حال سحر وافقت وصارت بالخارج منتظرة إشارة منا. راح بختصر الموضوع انه الاخ سيد هو زوجة لسحر، ولكن منفصلين صار لهم سنة. اجى اليوم على الاستوديو لحتى يعتذر منها اولا ويدعيها انها ترجع الى منزلها الزوجي، لانه كانت تركت البيت لما ضاقت الاحوال امام زوجها، ما في شغل، مش قادر يصرف على البيت، مش قادر يدفع الاجار، تراكمت الديون عليه. اذا هي راحت لعند امها، لانه امها قالت لها تفضلي تعي نقدر نعيش سوا بالمعاش اللي تاخذه الام بعد وفاة زوجها. على كل حال بدنا نتابع كل الرواية. هلا سمعنا النص، بدنا نسمع النصف الآخر بعد ما نستقبل سحر. تفضلي. أهلا أهلا بست سحر. أهلا عيون، تفضلي. أهلا وسهلا. كيف أحوالك؟ الحمد لله. لما سلموك الدعوة كنت محجبة؟ بس كان الحجاب اسود يمكن. كان اسود. هلا حاططيه فاتح. يا اهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله يخليك. انت مين عايشه بالبيت هناك؟ عايشه في المنصوره. في المنصوره مع مين؟ مع والدتي. مع والدتك. وكيف الاولاد؟ قالوا لي عندك ولد وبنت. يوسف وجنى. يوسف. الله يخليهم. ماشي حالهم؟ ماشي امورهم؟ الحمد لله. مالك هيك مثل كانك خايفه ولا مستغربه؟ مستغرب ليه؟
عشان شفت حضرتك. بس سحر، يعني شو بدي اقول لك، مش انا اللي دعوتك الحقيقه. انا البرنامج هذا برنامجي، بس انا وسيط بهالبرنامج. يعني وسيط خير. بيجي شخص هو بيوجه دعوه من خلالي انا الى شخص اخر، مثل ما حصل. يعني في شخص اجى قال لي والله تدعي لي مدام سحر لانه بدي احكي معاها. شو بقى دعوناكي وجيتي واهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله يخليك. بدك تعرفي مين دعاكي؟ بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ مين؟ طلعي بالشاشه هون. عرفتي؟ وشو اخباره هذا الرجل؟ واصلا هو البرنامج ده ايه؟ البرنامج هذا اسمه المسامح كريم. البرنامج يعني في مسعى خير، في بسيطة، ما في شيء بيجبرك. سحر لحظة ولو هيك بيمشوا ولو. ما كنتش اعرف اللي يحصل كده. انت جاي لعندي، شو بدك فيه انت؟ تعي عادي، شفتي صورته مسكر الصورة عادي. ولو ما كنتش اعرف اللي هيحصل كده بقى، انا ما اعرفش هو برنامج ايه. عادي تقلي شو برنامج. تفضلي استريحي. ولو كنت جاي مبتسمة. وهذا البرنامج اسمه المسامح كريم. يعني في ناس بيكون عندهم مشاكل بين بعض، بيلجأوا لعندي لحتى أنا حاول، انتبه، حتى أحاول أنه حل المشاكل. مش معناتها بحل المشاكل، يعني بتتوقف على الشخص. إذا كان المشكل عويص وكبير ما فينا نحله، بس إذا مشكل تافه ممكن نحله. لا مش عايزه اتكلم حاجه. تقلك شو، هو بعت لك رساله، راح بقرا لك اياها الرساله، اسمعيها وبعدين بتحكمي. بيقول لك: زوجتي الحبيبه وام اولادي سحر، تعرفين يا سحر ان العين بصيره واليد قصيره، وانني كنت اتعب كثيرا كي احاول ان اجعلك سعيده معي انت والاولاد، لكنك تعرفين كذلك أنني لم أحب غيرك، وأنني أبذل ما في وسعي حتى أسعدك وأسعد طفلينا يوسف وجنى. ولذلك دعيني أقول لك أنني مصدوم من تركك للمنزل، ومن أنك تحملت كثيرا، ثم الآن لم تعودي قادرة على المزيد من التحمل، وسأحاول قدر استطاعتي أن أعوضك. يا سحر، لعلك تذكرين مصيف جمصة وأيامنا الجميلة هناك، وتعرفين أنني رغم كل شيء فأمك هي أمي، أشيلها على راسي وهي تعرف ذلك أيضا، ولذلك أنا أعتذر لك ولها، ودعينا نرجع للعيش سويا ونجعل أبناءنا في حضننا دون حاجة للبكاء حين يسأل يوسف عني ولا تعرفين بماذا تجيبين. لقد دعوتك إلى هذا البرنامج حتى أعتذر منك وأطلب منك أن نرجع إلى بعضنا عائلة واحدة، فسامحيني والمسامح كريم. سنة لكم منفصلين عن بعض، تركتي البيت، هو يقول انه تركتي البيت لانه مش قادر تتحملي، وهو مش قادر يصرف على البيت، وما في شغل، ما في شغل، وفي وضع صعب كان بالبلد كله، مش بس على زوجك. لا بس انا تحملت كتير. بس في شيء انا سالته ليك، انا عادل، انا سالته قلت له: هل في شيء غير المادي؟ قال لا، انا عصبي شوي، يبدو انه في شيء، خبريني اياه. عصبي جدا. ايه السبب؟ ضربك شيء؟ لا، هو يعني بيتعصب جدا من اقل حاجه، حتى لو ايه، يعني لو كلمه صغيره كده اتعصب عليها. نعم، تعرفي ظروف البلد كيف، انت ما بتتحملي انت؟ يعني هل لا، انت رايقه؟ انت رايقه، مش يبدو عليك انك رايقه.
رايقه. انت رايقه وبتفكري، يعني مش بتاخدي الامور بسرعه بهيك هيجان وهذا. لا ما باخدش الامور بصعوبه، باخدها برويه. طيب تحملتيه بالاول؟ بس تحملت كتير. تحملتي شو تحملتي مثلا؟ كتير يعني، ما كانش بيصرف، ما كانش يجيب لنا هدوم. طيب كان معه فلوس مش عم بيصرف؟ لا هو كان بيبقى يقول لي ما فيش شغل وما فيش مش عارفه ايه، بس الواحد بيتحمل كتير برضه. بتعتقدي انت بهيك ظروف مش لازم الزوجه توقف جنب زوجها؟ يعني معلش وقفت كتير. وقفتي. طيب كنت مقدره انت هالظروف المرأة فيها مصر؟ يعني كل الشباب اللي مثله بتصور عانوا نفس المعاناه، البلد ما عادش فيها شغل، يعني البلد مرقت بثوره وكل شيء تعطل والاشغال وقفت، وهو يعني رجل حتى مش موظف، يعني هو بيشتغل باليوم، مش عنده معاش ثابت. فكرتي بهالشيء؟ فكرت كتير، بس انا استحملت كتير، انا بقالي 11 سنه على هذا الوضع. طيب بتفكري بالاولاد مثلا كيف حيتربوا، كيف حيكبروا؟ يوسف مين حيصرف عليه؟ جنى مين حيصرف عليها؟ مين حيعلمهم؟ مين حيكبرهم؟ فكرتي بشيء؟ انت بتشتغلي شيء؟ لا. فتشتي جربتي تشتغلي؟ ما جربتي. يا سيد بدي اسمعك هلا، طالما صرتوا هون وام يوسف صارت موجوده هون، بدي اسمعك تقول لك كلمتين الكم زمان ما حكيتوا مع بعض. سمعها صوتك بالاول. انا بقول لها يعني ان الامور كلها ممكن تتحل. ابدا خليني انا اسمعه، لانه خلينا نسمع، لانه خلي يقول شيء، انا بدي اساله شيء، خليني. ايه الا لشوف. انا بقول لها الامور كلها ممكن تتحل، وممكن مثلا والدتها عندها شقه في الدور الثالث. يعني ممكن نوفر من الايجار اللي احنا بندفعه بره. انا دلوقتي اصلا يعني انا عايش عند والدتي دلوقتي، والدتي متوفيه بس عايش في الشقه بتاعتهم. تركت الشقه انت؟ تركتها خلاص، يعني انا تركتها وقاعد فتحت شقه والدتي الله يرحمها وقعد فيها. ما عادش عنده يدفع اجار، ترك الشقه. فهي والدتها عندها شقه في الدور اللي هي صغيره بس حلوه، يعني في الدور الثالث فوقهم. فممكن احنا ممكن هي يعني مثلا ممكن نقعد عندها او تستضيفنا وكده، يبقى احنا وفرنا الايجار مع الشغل اللي انا بعمله والحياه تمشي. لكن ان الموضوع تفضل كده ما ينفعش، ده ما ينفعش. ان الامور لازم تتحل، لازم نشوف حل. يعني انا بفهم منك سيد بدك ترجع انت وسحر بس لانه في شقه بالطابق الدور الثالث عند امها، ولا بدك ترجع لانه اشتقت لها واشتقت للأولاد؟ ايوه طبعا اشتقت لها طبعا، ومع ذلك في حلول كتيره. يعني ان كانت ان المشاكل الماديه، الشقه بتاخد 3/4 المرتب. صحيح، اكتر من 3/4 المرتب. فممكن صحيح. والدتها عندها شقه في الدور الثالث خلص شفنا. بس انت هلا عم تشتغل شيء؟ هي عم تقول لك المشكله مشكله فلوس. يعني ما قالتش انه ما بتكرهك، بس قالت المشكله مشكله فلوس. انت مش قادر تعيل الاسره كلها وهي عايشه مع امها وماشي الحال. طب ما ايه المشكله اللي انا ارجع لها؟ مش هرجع تاني. انت مش هترجعي تاني، بس انت قلتي لي قبل انه المشكله، قلت لك اذا صار عنده فلوس، ولانه المشكله فلوس. كان بقى كانت فلوس، كان الاول، هلا مش فلوس. شو المشكله هلا؟ تكرهيه؟ ما عادش زي الاول بقى. ما بتحبيه بقى؟ وما بتفكري تعيشي معه بقى؟ السبب اطباعه؟ اخلاقه. اخلاقك صعبه كمان، انت عصبي. يعني والله احنا لو جينا على العصبيه، يعني ان كانت الظروف يعني مش مسامحه، او المشاكل اللي بتحيطني دي مأثره على تجاوبي معاها واتنرفز والعصبيه دي بتظهر، فممكن الامور تتصلح ان شاء الله باذن الله. ليك سيد في سبب لحتى نفرت منك بهذا الشكل؟ ممكن يعني عشان مثلا التعامل معها في حد ذاته بتعامل بعنف شويه، بس مش عنف بالايد او بعنف، يعني بعملها يعني. ما هو في عنف مش ضروري بالايد يعني. يعني اذا بتضلك تزعق كل النهار وتصرخ عليها بقى هذا عنف اقصى من الايد. انا بقول لها ان انا ممكن ان شاء الله باذن الله بعد
ربنا يصلح حالي واشتغل، ونمسك نقط الخلاف او نقط الجوهريه في المشكله اللي احنا فيها، ابدا احسن من شخصيتي شويه معاه في موضوع العنف والعصبيه دي ان شاء الله باذن الله. بس ما طلقته بعد هلا ليه؟ مش عايز طلق هو؟ ما انا طلبت منه هو ما مش عايز لانه متمسك فيكي ما بده يطلقك. ليش ما طلقتها بعد؟ يعني انا على امل ان ربنا يكرمني خلال الفتره اللي قعدت فيها وهي اكتر من سنه، يعني قعدت سنه بشويه، ان الامور تتظبط وتتصلح ويكون في حل وسط او وسيط او حاجه، ربنا يهديهم ويهدينا يعني. اسمعيني كويس، انت جيتي بالاول واستغربتي ونقزتي، وبعدين شفتيه حبيتي تمشي، بس مش هيدي الحياه، مش هي دي الحياه مثل ما بتقولوا. انت امام فرصه يمكن ما تتكرر مره ثانيه. ممكن اليوم ترجعوا لبعض وترجعوا تضموا الاولاد مع بعض، بتقعدي بيقعد مع امك، بتقعدوا بالشقه بالطابق بالدور الثالث مش عارف شو، انما ظروفه الماديه الرجل ما في شغل. يعني هيدي معاناه ملايين الشباب بمصر وبالدول العربيه اللي فيها مشاكل، فيها ثورات وفيها مش عارف ايه. بقى لذلك ما الست بتفكر، بتتحمل، بتوقف جنب زوجها اذا كان فعلا بتحبه وكان في حب. عم بتقولي ليش راح الحب؟ هو انا ما بحبش اقطع حضرتك، بس انا لو كل واحد يعني حصل له وعكه في ماديه او صحيه او حاجه، وان الواحده او الزوجه تطلب الطلاق، كان 3/4 المصريين كلهم مطلقين ومطلقات. كلامه صح، كلامه صح. بدي اسالك سؤال، هل عنده اخطاء كبيره؟ مدمن، يسكر، يلعب قمار، بخيل، شو عنده اخطاء؟ لا ما فيش. بس ما عندوش فلوس، هذا خطأه البس، مش بيده هذا بتسألي عنه غير ناس، السياسة يعني اللي وصلوا الوضع إلى هنا. شو اللي بيرضيكي أنت؟ هاتي لشوف. إيه اللي بيرضيكي؟ بيرضيني زي أي واحدة ربنا يرضيها. طيب راح أعطيكي 30 ثانية فكري وتعطيني الجواب، أوكي؟ مش عارفة. بعرف صعبة بس بدك تفكري، يعني بدك تحطي الشيء الأساسي أمامك. هل أنت بدك تكملي حياتك هكذا؟ أنت جايبة أولادك معك؟ يوسف معك؟ لا أنا معايا جنة. عم بيقولوا لي يوسف هنا. يوسف تعال هنا. ازيك حبيبي؟ ازيك يوسف؟ اقعد جنب الماما. صوروا لي يوسف مظبوط، خذوه كويس. ايه الاخبار يوسف؟ كويس؟ مرتاح مع الماما؟ بيوحشك البابا؟ البابا بيوحشك؟ بتشوفه؟ عايز تشوفه؟ تعال روح لهناك، روح لعنده. اقعد معه. طيب هلا يعني لازم انت تصفي نيتك، تصفي افكارك، تاخذي قرارك، فكري على مهلك. يوسف صار هون، واذا بدك تشوفيه بتقولوا له افتح يا سمسم، نفتح لك هالستار. طلعي هناك، طلعي على الشاشه. شوفي يوسف عم بيناديك. يلا قررتي ايه؟ خلاص ماشي ايه؟ شو ماشي يعني؟ مسامح كريم بقى. مسامح كريم؟ يخرب ذوقك. بيغير عليكي معلنا هو؟ ايه؟ بيغير عليكي؟ لا ما بيغير؟ يخرب ذوقك. تعال
هلا بقى الباقي عليكم. انا عملت اللي علي، الباقي عليكم انت وهو. ترجعوا تتعاونوا مع بعض، بتشدوا على ايد بعض، تطلعوا الى المستقبل مع بعض ومع يوسف. طيب انا بتشكرك، عذبتينا شوي، انت صعبه، روقيها شوي. بعدين ليكي يعني خلينا نحكيها امام العالم كلها، الفلوس مش كل شيء بهالدنيا، المهم هذا القلب، مش هيك؟ وانت بدك تروق عليها، بدك تهدى، ولما بيعصب بتكلمينا. خلاص ما بقى نترك البيت. ايه خلاص مع السلامه. تفضل. فهموا سوا. يلا ماشي، تعبتنا بس بالنتيجه لقينا. على كل حال راح نروح الى قصص جديده دائما مع المستمع كريم. شكرا. ما فيش مصر. غير ان ايجار 1200 جنيه 1200 جنيه انا يوم ما يطلع لي 800 لو بشتغل اوفر تايم مثلا ممكن اتحصل على 1200 1500. نعم. ده بس ايجار، ما بالك بقى الاكل والشرب والمعيشه والمصاريف الاولاد، مصاريف الاولاد غير البامبرز وغير كده وكده وبعد ما حكيت بالطبيب ده غير الطبيب وغير الحياه المعيشيه يعني تكاليفها صعبه، غير الغلاء اللي احنا عايشين فيه اصلا. شو اللي حصل؟ هي سحر ما عاد تتحمل. هو حلو بس يعني بدات الحياه بقى لما يعني بدات الديون تكتر، بدات تستلف واقترض. يعني زادت الدين زاد اكتر، يعني في بقى في اقتراض واقترض، بقى اسد في القرض ولا اكل ولا ادفع ايجار، بقى الحمل زياده عن اللزوم. صحيح. في الفتره اللي احنا عايشين فيها وما كنتش. محمد كان عم يشتغل وماشي الامور، اخذ بيت وعنده زوجي وعنده صبي وبنت، عنده يوسف وجانا. يوسف عمره 4 سنين، جانا 3 سنين، وكانوا عايشين مع أحلاهم ما في أي مشاكل. ولكن ضيق الأحوال جعل من يوسف أنه يتأخر شوي في سداد الأجار، في الإنفاق على البيت. يعني صارت يده قصيرة شوي. ظاهر زوجته السيدة سحر تحملت قد ما فيها، بالأخير ما عاد فيها، أخذت الأولاد وذهبت إلى منزل والدتها. مش هيك؟ أيوة. بقى صار لكم الآن سنة سنة إن شاء الله منفصلين. وسحر طلبت الطلاق. طيب السبب هو فقط لأنه مش قادر تصرف على البيت ولا في أسباب؟ لا، هو عامة تكاليف الإيجار، يعني احنا عندنا في المنصورة تكاليف الإيجار من 1200 حد أقصى، حد أدنى 800 900، غير الأكل والشرب، غير مصاريف العيال، ابني وبنتي، وغير المدارس والكهرباء والمية وخلافه. فأصبح اللي أنا لو احنا حسبناها مكسور. يعني انت مكسور. يعني يا دوبك انت عندك مرتب ثابت؟ عندي متغير مش ثابت، في وسط مش ثابت. حسب الشغل شغال بالانتاج. يعني يوم ما بتعب ببقى قاعد في البيت مش محسوب لي، عشان انا بقى بسد فيها. فاضطريت بقى مثلا اللي انا مثلا ابيع السفره، ابتديت ببيع السفره. طيب تبيع العفش يعني؟ ابيع في العفش. هعمل ايه؟ ما انا عشان اكل عيالي وكذا واسد قروض لازم القرض ليه ميعاد، لو ما سددش ممكن يصبر على شهر، بعد كده ممكن يضطر اللي هو يتقاضى او يلجا للقضاء. يبقى صعبه بقى. يبقى انا لا طلت مثلا ان انا كفيت بيتي وفي نفس الوقت اللي انا ابقى قاعد محبوس في السجن لا قدر الله. فالظروف المعيشه يعني ضغطت عليا، تركت البيت يعني بعد الزهق والتعب والمناشدات. وغير ان اصلا لما تكون عمليه مشادات، يعني مشادات كلاميه في مشاكل ده. بين بعض. والدتها بدات تتدخل بقى، انت مالك مكسوره في ايه، في زعل، في كذا. بصراحه هي في الاول ما اشتكتش، بس بعد فتره بقى بدات. قيل في الإسلام إن الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقوم به، وهذا كل واحد منكم بيقدر يقوم فيه حول بيته، بمجتمعه، بالبيئة اللي عايش فيها.
وهيدا الشيء رح نحاول نعمله اليوم بالقصة اللي من مصر، وهي قصة خلاف بين زوج وزوجة. بدنا نستقبل السيد محمد. اهلا حبيبي، اهلا محمد، تفضل 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 سيد، كيفك؟ الحمد لله. قصة السيد مع زوجته في خلاف مش جوهري، ولكن خلاف نشأ من هذا الوضع اللي عم بيحكينا عنه. يعني